هدف جيد جدا ملعوب بصورة جيدة، عملية تقدم المدافع الأيسر بظهر الدفاع وتمرير الكرة بالسرعة المناسبة، لعب الكرة العرضية بظهر الدفاع ما أعطى فرصة لمدافعينا الجزائريين لقطع الكرة. كمان تمركز حارس المرمى ما كان بالصورة المثلى لقطع الكرة من الجانب، وهذا ما أدى للاعبنا المميز محمد أبو نايف بتسجيل الهدف الأول. يسجل بهذه العرضية. طبعا ارتماءات شعال لم تمكنه من الوصول بالكرة والتصدي، والعرضية الممتازة النموذجية، المتابعة الرائعة من الهداف محمد أبو نايا في مرمى المنتخب الجزائري. المنتخب الأولمبي 1 مقابل لا شيء، تغيرت النتيجة للمنتخب الفلسطيني. ألا تلاحظ دكتور بأن المنتخب الفلسطيني في الشوط الثاني لعب متقدم نوعا ما إلى الأمام عكس الشوط الأول.